اقرأ يا دراكولا يا عزيزي، هيا ورائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ألد الخصام. ردد دراكولا وراءه في ملل ونطق أعجمي. نظرت إلى وجهه، لا أدري لماذا لا أرتاح لهذا الفتى. انتبه معي هنا، فيما يسرح عقلك الصغير. هيا ردد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. من السيء أن يكون دراكولا أخاك، ومن السيء أن ينام دراكولا بجانبك، ومن السيء أن ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ظل دراكولا يردد الآيات والشيخ يقرأها. واضح أن دراكولا يكره الشيخ، هذا ليس غريبا، فأخي يكره الجميع، يكرهني ويكره هذا المكان ويكره القرآن، بالإضافة إلى أن هذا المشهد جعلك ترفع حاجبيك في دهشة ثم تخفضهما في سخرية، ظنا أنني أحكي قصة كوميدية. لا يا صديقي، ها أنا ذا راذو بشحمي ولحمي أجلس في هذا المسجد، وها هو أخي دراكولا بشحمه ولحمه يجلس بجانبي يردد آيات القرآن والشيخ يصرخ فيه، وقد بدأ كل هذا الغباء يضايقه. دعني أحكي لك الحكاية منذ البداية حتى يزول عنك العجب. إن أبي كان حاكما على مملكة ولاكيا، وقد أطلق عليه شعب ولاكيا اسم دراغول، وتعني بالرومانية التنين. هذا لأن والدي كان عضوا مؤسسا في تنظيم سري مريب من الفرسان يدعى تنظيم التنين، وقد وضع أبي رمز التنين هذا على العملة في ولاكيا وعلى الدروع الحربية أيضا، فشاع بين الناس تسميته التنين دراغول أو دراغول كما ينطقه الأهالي في ولاكيا. سيد دراغول، إنها رسالة من السلطان العثماني يا سيدي. ها قد بدأت المشاكل، وكل ذنبنا أن ولاكيا بين مطرقة العثمانيين وسندان الهنغاريين، يريدون الفتك ببعضهم البعض، وفي سبيل هذا فلتذهب ولاكيا إلى الجحيم. قرأ دراغول رسالة السلطان باهتمام شديد. إن الدولة الإسلامية تفرض عليه الجزية لتحميه من الهنغاريين، وتشترط عليه أن يمدهم بالمقاتلين لو احتاج الجيش المسلم إلى المقاتلين، وتطلب منه سرعة الرد أو البرهان على الولاء. وقد كان البرهان الذي اختاره والدي غريبا جدا. لقد أرسلني أنا وأدعى رادو وأخي الأكبر دراكولا إلى أدريانوبول أو إدرنا معقل السلطان العثماني المسلم. تعلم من أخيك رادو، لقد حفظ 10 صور حتى الآن، ولم تحفظ أنت آية واحدة يا دراكولا. كان أقوى برهان على الولاء، فيستحيل أن تهاجم دولة وقد أرسلت فلذات كبدك إلى سلطانها. وجدنا أنفسنا أنا ودراكولا وعمرنا لم يتجاوز 12، غرباء في بلاد غريبة ومبان غريبة وألبسة غريبة وعمائم طويلة ولحى وقصور. كان أخي كارها لكل هذا السخف، ورغم أن السلطان المسلم كان يهتم بنا جدا ويعلمنا الفروسية والقتال والعلوم بكافة أنواعها، وخاصة الإسلامية منها، إلا أن دراكولا لم يكن سعيدا. كان يشعر أنه مجرد أسير، وأن هؤلاء أعداؤه يحاولون أن بتعاليمهم وثقافتهم التي يكرهها ولا يستصغيها. لكن بالنسبة لي كان الوضع مختلفا. ما اسمك أيها الفتى الظريف ذو الشعر الذهبي؟ اسمي راذو، وأنت؟ أنا محمد بن مراد ابن السلطان. لم أكن أعرف أنني سأعيش طفولتي مع محمد بن مراد، الرجل الذي عرفه الناس بعد ذلك بسنوات بمحمد الفاتح، الفارس العظيم الذي فتح القسطنطينية. كنت أنا ومحمد الفاتح صديقين عزيزين، وكلما اشتدت صداقتي معه قوة اشتدت عداوتنا أنا وهو مع دراكولا. إن دراكولا ومحمد الفاتح لم يكونا يطيقان بعضهما منذ الصغر، رغم أنه قد فرض عليهما أن يعيش طفولتهما معا، وأن يتدربا معا ويتعلما معا. لم يكن هذا غريبا أبدا، فأحدهما كان فارسا حقيقيا، وكان الآخر شيطانا حقيقيا. هيا ارمي سهمك يا رادو، ارمي سهمك. رميت سهمي فأصاب منتصف اللوحة الدائرية. يا لبراعة منذ الصغر. ضربت كفي في كف محمد الفاتح، ووقفت بجانبه سعيدا أنني اقتربت من مهارته الفطرية. دورك يا دراكولا، هيا ارمي سهمك. صوب دراكولا سهمه ناحية اللوحة الدائرية، ثم حول قوسه فجأة ناحيتي أنا ومحمد الفاتح، ونظر لنا بغل، واتسعت عيناي في رعب. ماذا تفعل يا دراكولا؟ هل جننت؟ شد دراكولا سهمه وقوسه مصوب إلينا، ثم أطلقه فجأة. لم يطلقه ناحيتي، بل حوله في الثانية الأخيرة إلى اللوحة، وأصاب سهمه منتصف الهدف بالضبط.
شعرت أنه كان يتمنى لو أن هذه اللوحة هي قلب محمد الفاتح أو ربما قلبي أنا. 6 سنوات مضت ونحن على هذا الحال، كبرنا وأصبحنا شبابا يافعين، وها نحن نتسابق 3 سنة على جيادنا العربية الأصيلة بكل قوة. هل ترى كيف أصبحت أشكالنا الآن؟ لقد كان شكلي مميزا جدا، كنت أمتلك شعرا ذهبيا فاتحا جدا حريريا طويلا وينحدر إلى أسفل كتفي، لا تمتلكه أجمل فتيات إدرنا، ووجها وسيما وصوتا رجليا مميزا. بينما كان دراكولا أسود الشعر أجعده، ينحدر شعره إلى أسفل منكبيه أيضا، لكن كان له شارب كبير يقف عليه الصقر كما يقولون، وعينان حادتان كأنهما عين الصقر الذي كان سيقف على شاربه. محمد الفاتح كان ذا لحية صغيرة مدببة وشعر بني وأنف طويل وعينين تشعان ذكاء وفروسية. ثم أتى الخبر الذي حرك كل هذه المشاهد البطيئة: لقد توفى أبي دراكول فجأة في ولاكيا. مؤامرة دبرها له البويار، وهي كلمة تطلق على الطبقة النبلاء في بلادنا ولاكيا. نزل علينا هذا الخبر ونحن في أشد فترات الدولة العثمانية انشغالا. كنا في استعداد وتخطيط لفتح أكثر المدن حصانة في ذلك الوقت، القسطنطينية. وأنا أتحدث بكلمة نحن لأنني أصبحت مسلما، بل فارسا مسلما، لكن دراكولا بقي على دينه. أرسل السلطان محمد الفاتح دراكولا إلى ولاكيا ليصير حاكما لها خلفا لأبيه، ويكون كما كان أبوه تابعا للسلطان العثماني ومؤتمرا بأمره. أما أنا فقد آثرت البقاء هنا، آثرت أن يكون لي شرف المشاركة في الفتح الكبير للقسطنطينية. كانت وليمة عظيمة في ولاكيا، وليمة كان المضيف فيها هو الكونت دراكولا، والضيوف فيها هم أكابر البويار الذين أكلوا حتى ثملوا وخرج الطعام من أنوفهم. تعبير شعبي في ولاكيا. سألهم دراكولا بهدوء: قولوا لي أيها النبلاء العظام، كم حاكما حكم ولاكيا عبر تاريخها؟ قال بعضهم 10 حكام، وقال بعضهم 12 حاكما، بل 13 حاكما ربما. قال دراكولا بثورة شيطانية فجأة: هذا لأنكم خونة، تأكلون لحم الحاكم قبل أن يتم 2 من حكمه. كم سنة قررتم أن تمنحوني أيها البويار؟ في اللقطة التالية كان حراس القصر يهجمون على البويار من كل صوب، يضربون بعضهم ويقتلون آخرين بقسوة. ولم يكن دراكولا يشاهد من بعيد، إنما أخرج سيفه وضرب أعناقا صار نسله بعد ضربها يقطر حمرة. بقي الكثير منهم أحياء. نظر لهم دراكولا بعيون متسعة غاضبة وقال: خذوهم إلى القلعة ليعملوا كتفا إلى كتف مع الفلاحين في تشييدها. ثم قال بلهجة ذات مغزى: وليعملوا فيها من الجهة الشمالية. الجهة الشمالية للقلعة هي الهاوية، هاوية على ارتفاع 1000 قدم. كل من أرسله دراكولا هناك من البويار ماتوا، بعضهم مات من الجوع أو من الإنهاك، وبالطبع رماهم كلهم في الهاوية. إنما إنه شن حملة قاسية جدا لاحق فيها كل البويار الساكنين في مملكة ولاكيا، نساءهم وأطفالهم وشيوخهم. كانت إبادة عرقية تعدت العروق إلى أصغر شعيرة بويار دموية تنبض في جسد أحدهم، وبدأت أنياب دراكولا في الظهور. على الجانب الآخر كنت أنا أقاتل في القسطنطينية. كان محمد الفاتح حقا كما تصفه كتب التاريخ داهية حقيقية. إن دهاء الفرسان يختلف عن أي دهاء آخر، دهاء لا خبث فيه، دهاء صاف. كانت ملحمة تاريخية ليس بوسع ذكر تفاصيلها الآن، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، وصارت القسطنطينية لنا، بل صارت عاصمة المملكة الإسلامية العظيمة. لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال للأمير الفاتح في الميدان ناظرا إلى رأسي: رادو، هل تضعون الحناء على شعور الرجال في ولاكيا؟ أمسكت بشعري الذهبي في استغراب، ثم ابتسمت بفهمي قائلا: بل كنت أضع الحناء لسيفي يا سيدي، لكن يبدو أن بعضا منها تناثر على رأسي. كان رأسي مدرجا بدماء الأعداء، لكن رأسي لم يكن مهما. كان المهم هو الخبر الذي جاءنا به مرسول الدولة. لقد أعلنت ولاكيا التمرد على السلطان. لقد تمرد دراكولا، فعلها وتمرد. لم يرد السلطان محمد الفاتح أن يعكر صفو انتصاره بهذا الخبر، لذا فقد سكت. وأنا أعرف الفاتح عندما يسكت عن مثل هذا. يبدو أن الأيام تدخر لنا معارك جديدة.
معارك مع أولي القربى. لكن دراكولا كان يفعل شيئا آخر في ولاكيا. لقد تعدى مرحلة إظهار الأنياب وبدأ في مرحلة إخراج القرون والمخارب. دعني آخذك إلى ولاكيا لتشاهد بنفسك. هناك 5 رجال يلتفون على ما يبدو أنه رجل يصرخ، وهم يتحركون في عنف وكأنهم يفعلون فيه أمرا ما. ها قد ابتعدوا عنه قليلا وأمكنك أن ترى ما يفعلوه. لقد ربطوا حبلا في يده اليمنى وحبالا في اليسرى، وثالثا في قدمه اليمنى ورابعا في اليسرى. وقام أضخم 2 منهم بتثبيته وتراجع 3 منهم. هل ترى إنهم يربطون أطراف الحبال في جياد، ورجل يصرخ مستنجدا بلغة لا تفهمها. ثم إنهم وجهوا رؤوس الجياد إلى الاتجاهات ال4 التي تشير إليها أطراف يديه ورجليه المتباعدة. ثم إنهم وخزوا الجياد فتحركت ببطء ليرتفع الرجل عن الأرض صارخا، وظلت الجياد تتحرك تارة وتقف تارة، ورجل يتمزق باكيا. ثم إنهم ضربوا الجياد بالسياط فطارت وتحركت بعنف سريع لتتمزق أطراف الرجل ال4 وتجري كل منها مع جوادها. وها هو رجل آخر يمسكه رجلان مفتول العضلات ويرغمانه على الركوع وهو يصرخ، ويأتي رجل آخر ماسكا وتدا خشبيا طويلا مسننا ويطعنه به في دبره طعنة لا تقتل. وحاول الرجل أن يفلت بلا جدوى، ثم يقيدون يديه ورجليه بطريقة معينة إلى الوتد، ثم يتعاون 3 رجال على رفع الوتد وتثبيته في فتحة بالأرض. ها هو الرجل أعلى الوتد وكأنه جالس عليه، ويترك على هذه الحالة حتى يموت. ليست المشكلة في الموت من الجوع والعطش، بل المشكلة في أن هذا الوتد ينغرز ببطء شديد في أحشاء الرجل ولا يقتله، فقط يعذبه من الألم. ثم يموت الرجل لما يخترق الوتد ويخرج من جسده، أو لما يموت من الألم أو من انفجار الأحشاء. هذا الوتد الذي رأيته الآن هو ما اصطلح على تسميته بالخازوق، العقاب الذي اشتهر به دراكولا في كتب التاريخ. ويبدو أن دراكولا قد أعجبته حكاية الخازوق هذه، فأخذ يتفنن فيها تفننا عجيبا. فمرة يغرز الوتد في فم أحدهم ويعلقه على الوتد مقلوبا، وتارة يعلق النساء عليه من فروجهن، وتارة يغرزه في البطون، وتارة يغرزه في رقبة الطفل الرضيع. لقد كان أخي مختلا أو ربما شيطانا حقيقيا، وبلغ من إعجابه بهذه الطريقة إلا أن جعلها هي العقاب الرسمي لأي خطأ يخطئه أي فرد من أفراد الشعب. فمن يسرق يخوزقه، ومن يكذب يخوزقه، ومن يضرب أحدا يخوزق، الضارب والمضروب. بل إنه وصل إلى مرحلة أبعد من هذا. دعني أخذك إلى هذا المشهد. قلعة دراكولا، المكان المجهز بكافة وسائل التعذيب التي سأحكي لك نبذات عنها فيما بعد لو أسعفتني ذاكرتي. عرش دراكولا يجلس عليه شيطان آدمي، أمامه طعام وشراب أحمر يبدو وكأنه خمر. بجانبه كان يجلس أحد النبلاء البولنديين يأكل معه. أمامهما الكثير من الضحايا المعلقين على الخوازيق يتألمون. دراكولا يبدو مستمتعا جدا بصراخهم وكأنه يسمع ألحانا عذبة. أما البولندي فوضع يده على أنفه مشمئزا من الرائحة الكريهة لبعض الجثث التي ماتت وتعفنت وأبقاها دراكولا على حالها ورائحتها. التفت إليه دراكولا وقال: ما بك يا سيدي؟ لا أستطيع تحمل رائحة العفن هذه. لا بأس لا بأس، سأعالج الأمر. أشار إلى رجاله فهجموا على الرجل هجمة رجل واحد، ثم أمرهم أن يرفعوه إلى خازوق أطول من كل خوازيق المعروضة. صرخ الرجل النبيل البولندي حتى تحول صراخه إلى بكاء لما وخزوه بالوتد في دبره ورفعوه وثبتوه. نظر إليه دراكولا قائلا: أنت الآن في الأعلى أيها الصديق العزيز، حتى لن تصل إليك الروائح الكريهة. ثم شرب دراكولا من الكأس الأحمر التي أمامه، والتي يتضح لك لما ترى انسياب السائل فيها أنه ليس خمرا بل هو دم طازج، دماء ضحاياه ممزوجة بالخمر. شرابه المفضل الذي كان يحب أن يشربه على أهات المعذبين المسلوخين أمامه كالذبائح، والتي تقع على أذنه موقع زقزقة البلابل، ويحب الطريقة التي يسيل بها الشراب من شفتيه إلى ذقنه. كان هذا هو دراكولا. كان يضع قدورا ويطهو الناس فيها أحياء، بل ويأمر رجاله أن يقطعوهم بالسيوف وهم داخل القدور أحياء يصرخون:
المرأة الكسولة كانت يدها تقطع وتثبت على خازوق مستقل لتكون عبرة لكل النساء، بل إنه نادى ذات مرة كل فقراء البلدة وشيوخها وأطفالها إلى وليمة عظيمة في سابقة استغرب لها الكل، وبعد الوليمة قتلهم كلهم، لأنه لا فائدة ترجى منهم، إنما هم يرهقون الدولة. ودعني أكتفي بهذا القدر من المصائب، لأنني لو ذكرت كل ما علمته لملأت مجلدا مستقلا. باختصار، لم يشهد العالم شخصية مختلة مثل هذا من قبل ولا من بعد، والمصيبة أن هذه الشخصية المختلة كانت أخي. لم يمضي وقت طويل حتى كان السلطان محمد الفاتح في طريقه إلى ولاكيا بجيشه يسد الأفق، وكنت معه جنبا إلى جنب. في طريقنا إلى دراكولا ظل الجيش يزحف حتى وصل إلى نهر الدانوب، وكنا نرى جنود دراكولا على الجهة الأخرى من النهر. وكعادة محمد الفاتح وكما علمه محمد النبي، أرسل مبعوثين اثنين من أفضل الرجال إلى الخصم لتسوية الأمور سلميا، فإما الجزية وإما الحرب. وهذا ما حدث مع المبعوثين. دخل المبعوثان المسلمان على الحاكم دراكولا في قلعته، وكان قد أزال كل الخوازيق لغرض في نفسه. السلام عليكم يا حاكم ولاكيا، جئتك من السلطان بكتاب يقول فيه أنزع غطاء رئيسيكما. توقف المبعوث عن الكلام في دهشة. قال دراكولا بغضب: أنزع غطاء رأسك أنت وهو. ما هذه العمائم الطويلة السخيفة؟ إنها تقليد عثماني أيها الحاكم، وعظمة تقاليدنا أهم من مزاجك المتعكر. لا بأس، سأبقيه لكما كما تشاءان. وأشار إلى رجاله المجانين الذين أحاطوا بالمبعوثين في سرعة وأمسكوا بعمائمهم في إحكام، ثم قاموا بأمر شديد الغرابة والوحشية. جاءوا بمسامير صغيرة رفيعة وقيدوا المبعوثين ودقوا المسامير في عمائم المبعوثين لتخترق رؤوسهم وتسيل الدماء من رؤوسهم على أعينهم. قال لهم دراكولا: هكذا ستبقى عمائمكم على رؤوسكم إلى الأبد. اذهبوا إلى السلطان محمد الفاتح وأخبروه كيف أن دراكولا لم ينسى التقاليد العثمانية، وخاصة المتعلقة منها بإبقاء العمائم على الرؤوس. عاد المبعوثون ودماؤهم تسيل على وجوههم، وحكوا ما حدث معهم للسلطان الذي غضب غضبة لم أره قد غضب مثلها في حياته. أمر السلطان أن تتحرك سرية قوامها 20,000 رجل لتخترق جيوش العدو، أي ما يساوي 3 أضعاف جيش دراكولا. وكان قائد الجيش فارسا شجاعا مسلم اسمه حمزة، أفضل فرسان جيش السلطان في ذلك الوقت. وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد: لقد انهزم جيش سلطان هزيمة نكراء لم ينهزم مثلها من قبل، ولم نرى إلا محمد الفاتح يقف بجواده على قوائمه الخلفية ثم ينطلق به كالسهم. وانطلقنا كلنا خلفه بجيش قوامه 20,000 آخرون يملأهم الغضب والشهوة للانتقام. وها نحن نخترق نهر الدانوب. يا لها من عزة تلك التي كنا فيها، يا لروعة هذا الدين. لقد عادت إلي ذكريات قتال في القسطنطينية. أن تركض بجوادك بين 20,000 فارس مسلم ترك الدنيا وراءه ولم يعد يرى إلا الشهادة، هو أمر لن أقدر أن أوصله إلى مخيلتك أبدا، أمر عظيم. وها نحن ندخل من أبواب المدينة. شعرت بحركة غير طبيعية في مقدمة الجيش، وكنت أنا في أوسط الجيش. رأيت الجمع قد تباطأت سرعته، وسمعت أصواتا تبدو وكأنها نحيب في مقدمة الجيش. لم أفهم ما الأمر، لماذا توقف الرجال؟ اخترقت الصفوف بسرعة حتى اتضحت لي الصورة التي جعلت عيناي تتسعان حتى كادتا أن تخرجا من مكانهما وتذهبان بعيدا، احتجاجا على هذا الهول الذي ترونه. وتوقف جيش السلطان، بل توقف السلطان نفسه بكل شجاعته. انظر أمامك، ألا ترى ما نراه؟ إنها غابة كثيفة، بل غابتان كثيفتان، غابة عن يميننا وغابة عن شمالنا، غابتان جذوعهما أوتاد خشبية، أغصانها أياد وأقدام بشرية حية وميتة، أوراقهما أجساد مخوذقة على الأوتاد، أجساد خرجت منها أرواحها أو لم تخرج، أجساد تنظر لنا بأعينها وتقول الله أكبر. وكان للغابتين صوت آهات ونحيب، وصوت يذكر الله.
إنها السرية التي أرسلها محمد الفاتح. لقد وضعهم الشيطان جميعا على الخوازيق، 10,000 وتدا عن يميننا و10,000 عن شمالنا. توتر الجيش، وتعالت صيحات البكاء على الأهل، وأحيانا على الرفاق، أو على إخوة المسلمين، أو على الإنسانية. وقف محمد الفاتح مذهولا، وجعل يتذكر طفولته مع دراكولا، ذلك الطفل الحقود الذي كان يناوشه ليل نهار. الآن لم يعد طفلا، بل صار شيطانا رجيما يناوشه أيضا. نظر إلى ناحيتي: كيف أنجبتكما بطن واحدة؟ كيف رباكما أب واحد؟ كيف صار أحدكما فارسا مسلما وصار الآخر ماردا من مردة الجحيم؟ نظر محمد الفاتح إلى جيشه، لقد انهارت كل جدوى حماس بداخلهم. التفت محمد الفاتح لأول مرة في عمره بجواده لجهة العدو وقال: ليس اليوم يوم زحفنا، لكن بحق هذه الأرواح الطاهرة وبحق كل قطرة دماء سنأتي برأس هذا الشيطان على وتد، نضعه في منتصف القسطنطينية يرميه صبيانها بالحجارة. والتفت جيش المسلمين عائدين من حيث أتوا. لم تكن الحرب هذه المرة مع حاكم عادي، لقد كانت مع دراكولا الشيطان. كان مستحيلا في ذلك الوقت أن تفعل ما فعلت بالمسلمين وتنجو بفعلتك. كان محمد الفاتح يجهز جيشا قوامه 60,000 رجل، مليء بالخيول والمدافع والغضب، وجعلني أنا على رأس هذا الجيش قائلا: اذهب يا رادو وأتني برأس أخيك. إن عرش ولاكيا لم يخلق لتعتليه الشياطين، إن عرش ولاكيا قد خلق من أجلك. سآتيك به يا سيدي قبل أن تجف دماء شهدائنا في ولاكيا. وانطلقت على رأس 60,000 رجل إلى ولاكيا. وفي هذه المرة سمع دراكولا بخبرنا وبعددنا، ففعل شيئا عجيبا: ترك عاصمة ولاكيا واتخذ طريقا إلى بوينار، وجيشنا يطارده بغضب. العجيب أنه كان يحرق مخازن الحبوب والطعام، ويسمم الآبار في كل مدينة يدخلها ليتركنا بدون مؤونة. فجيوش تلك الأيام كانت تزحف على معدتها، أي أنها كانت تعتمد في الإطعام على المدن التي تدخلها. لكن هذا لم يفتي في رجال كانت ذكر طعامهم وشرابهم. طاردنا دراكولا لمدة طويلة جدا، ودخلنا في عدة معارك مع جيوشه. فزنا ب2 وخسرنا في 3. كان الشيطان يهاجم في آخر الليل، لكننا استبسلنا حتى حاصرناه تماما في قلعته في بويونار. وانطلقت أنا ورائي جميع رجال لنحطم بحوافر جيادنا أبواب قلعته. ونزلت من على ظهر جوادي وأخرجت سيفي من غمده، وجعلت أبحث عن رأس الشيطان. قال لدراكولا وكان يقف في ساحة خارجية تتوسط قصره: خنت بلادك يا رادو، وألبسوك عمتهم الطويلة الخاوية. بل عرف قلبي طريقا تاه عنه سنين طوال، طريق تقع في نهايته رأسك. ورفعت سيفي كما ترفع الفرسان سيوفها، لأجد دراكولا يرمي بسيفه بعيدا، ويفعل آخر شيء توقعته في تلك اللحظة: قفز في بئر بمنتصف الساحة. أسرعت إلى البئر لأنظر بداخله في غضب، لأرى دراكولا ينظر لي بسخرية، ثم يركض هاربا في طريق أسفل البئر. عزمت على اللحاق به، لكنني رأيت رجاله قد أتوا في الأسفل وأوقدوا نارا عظيمة ارتفع لهيبها إلى أعلى البئر حتى كاد أن يلفح رأسي. كان هذا نفقا سريا من أنفاقه التي عرف لاحقا أنه قد بناها في كافة قلاعه. لقد هرب دراكولا، هرب وترك لنا ولاكيا. هرب دراكولا إلى هنغاريا ليطلب الدعم من ملكها، ولكن ملكها بدلا أن يقدم له الدعم قام بأسره وسجنه في هنغاريا، وظل مسجونا سنين طويلة. وأصبحت أنا أميرا على ولاكيا، حكمت فيها بالعدل، وجعلت شعب ولاكيا ينسى كل ما فعله به دراكولا. حكمت ولاكيا 9 سنوات كاملة، تزوجت فيها امرأة مسلمة، وأنجبت طفلة جميلة مسلمة هي ماريا. ثم أتاني أجلي وخرجت روحي إلى حيث مستقرها. ومن جاء بعدي لحكم ولاكيا كان رجلا خارجا من سجن سنين طوال في هنغاريا، رجل يدعى الشيطان دراكولا. شهر واحد فقط حاول فيها الشيطان أن يعيد أسطورة حكمه في ولاكيا. شهر واحد انتهى برأسه مقطوعة على رماح
أحد الحشاشين المتبقين بعد أن أباد هولاكو دولتهم، ذلك الحشاش الذي أمسك بالرأس وغمسها في العسل ثم أرسلها إلى القسطنطينية إلى محمد الفاتح حتى يستلمها طازجة، رأس دراكولا التي علقت في القسطنطينية في البلاط العثماني ليتفل عليها من يتفل ويرميها بحجارته من يرمي، رأس حوت عينين كانتا متجبرتين متغطرستين، والآن أصبحتا مفقوءتين تنظران إلى الأرض في ذل. كان دراكولا مختلا عقليا، فقد بلغنا أنه كان يفعل أشياء عجيبة جدا في سجنه في هنغاريا. كان يصطاد الحشرات والقوارض ويخوزقها على أعواد صغيرة من أغصان الشجر ويتسلى برؤيتها تموت. أي شيطان هذا، بل أي مخبول، لكنه أخذ منا ما يستحقه، ولقد خلقنا فرسانا لنوقف مثل هذا عند حده، ولا نخشاه وإن خرجت له أجنحة يطير بها، لا نخشى إلا غضبة من خالقنا. لهذا خلقنا فرسانا، بل لهذا خلقنا مسلمين.